كل ما تعاشر ناس وتعرفهم كويس هتكتشف ان الانسان بيتكلم عن المثالية لحد ما يجرب بنفسه، صبور لحد ما يتوجع، بيكره الخيانة لحد ما تضربه المصلحة، بيحب الحق لحد ما يكون ضده، باين في صورة الحكيم لحد ما تخبط في اللي بيحبهم، بيتكلم عن التسامح طول الوقت وهو شايل في قلبه سنين، بكل أسف بيشوف كل الأخطاء واضحة إلا لما تكون أخطاؤه هو، بيقول أنا كويس لوحدي لحد ما يعجز أو يحس بالوحدة، مسرف لحد ما يحتاج وبعدها بيرجع يندم، بيقول أنا مش محتاج لأي حد لحد ما يمرض، كل أسف قادر على التنظير طول ما القصة مش قصته، بيحكم لحد ما يكون في وضع المتهم. علشان كده لو شايف أي حد عايش الدنيا طناش وبيقول مش فارق معاه أي حاجة، مش فارق معاه حلال من حرام وصح من غلط، كل الفكرة إنه لسه لم يختبر، فأول ما يختبر في حاجة بيحبها فعلا نظرته للحياة ككل هتختلف. والمبدأ الأساسي في الحياة إن مفيش حد بيعدي من هنا غير لما يختبر، والحقيقة إن لو كل واحد انشغل بنفسه وركز على حياته هو بنفس القدر اللي بيركز بيه على حياة الآخر، حاجات كتير جدا هتتغير للأحسن. سلام.